منين شاف المغاربة الأمير مولاي الحسن كيستقبل المنتخب، طلع واحد السؤال كبير: واش هذا الاستقبال غير لحظة عفوية وبريئة، ولا إشارة خفية على انتقال سري ديال العرش؟ واش الملك مريض وكيحضر ولده باش ياخذ البلاصة ديالو، ولا غير بروتوكول جديد باش يوري للعالم ملك المستقبل وهو خدام من دابا؟ في هذه الحلقة غادي نحاولوا نحبسوا العاطفة شوية ونمشيو للوقائع والحقائق. شنو وقع فعلا في القصر؟ شكون هو مولاي الحسن في الحياة اليومية ديالو؟ واش بصح كاين شي نهاية حكم كيف كتلمح بعض الجرائد الفرنسية، ولا غير سيناريوهات صحافة كتقلب على الدراما والمشاهدات؟ قبل ما نغوصوا في التفاصيل، ما تنساش لايك للحلقة، وإلا كنتي جديد في القناة ابوني باش تبقى متبع كل جديد على السياسة، القصر والصورة ديال المغرب في العالم. مولاي الحسن هو ولي العهد وولد الملك محمد السادس ولاله سلمى، تزاد في القصر الملكي في الرباط وتسمى على جدو الملك الحسن الثاني. عنده أخت صغرى هي الأميرة لاله خديجة، والجوج كيمثلوا الجيل الجديد ديال العائلة الملكية اللي المغاربة ولاو متعودين يشوفوهم في المناسبات الرسمية. قرا في الكوليج رويال في الرباط من الصغر، في واحد الوسط اللي فيه انضباط والدراسة والبروتوكول وتكوين خاص على المسؤولية. تقارير كتقول باللي كيهضر العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية وحتى الإسبانية، وهذا الشيء مهم لواحد ولي العهد اللي غادي يتعامل في الغد مع رؤساء دول ومنظمات وإعلام دولي. في نفس الوقت مولاي الحسن عايش في وسط ملكي، قصور، حراسة مشددة، سفارات ويخوت وطائرات رسمية. الصحافة الأجنبية كتركز بزاف على هذا الجانب ديال الرفاهية، وكتصوروا أحيانا كواحد من أغنى الشباب في العالم، وكتخلط بين شنو ملك للدولة وشنو ملك للعائلة، وبين الرمزي والسياسي. ولكن في المقابل من كتقرأ الصحافة الجادة ولا البلاغات الرسمية كتلقى صورة أخرى: ولد كيرافق باه في الزيارات، كيتواجد في اجتماعات رسمية، كيتعلم كيفاش يمثل البلاد، وكيتحضر باش في الغد يكون ملك فاهم الملفات، ماشي غير ملك ديال الصور. في 2020 مولاي الحسن خدا البكالوريا ديالو شعبة العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خيار دولي بميزة مزيانة، من بعد ما دار الامتحانات في ثانوية دار السلام في الرباط بحال أي تلميذ مغربي، غير هو في ظروف أمنية وبروتوكول خاص. من بعد الباك دخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بن قرير، وبالضبط الكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، واختار يتخصص في العلاقات الدولية. هذا الاختيار ماشي عشوائي، لأنه مرتبط مباشرة بالدور اللي غادي يلعبوا في المستقبل: ملفات إفريقيا، الشراكات مع أوروبا وأمريكا، الصين، الطاقة، المناخ والاستثمارات. التكوين ديالو هو مزيج من الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية، باش يكون عنده نظرة واسعة على العالم وعلى التحولات اللي كيشهدها. لكن التكوين ديال ولي العهد ماشي غير في القسم والجامعة، بل حتى في الميدان. من صغره هو حاضر في مناسبات دولية كبيرة، شارك في الوان بلانيت ساميت في باريس سنة 2017، وكان من الأصغر المشاركين في لقاء عالمي على المناخ. وهذه المشاركة تعتبر رسالة أن المغرب باغي يربط الجيل الجديد بملف البيئة والمناخ. مثل المغرب في المراسم الرسمية ديال جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، حضر في كنيسة سان سولبيس، ومن بعد في غداء رسمي في الإليزي مع الرئيس ماكرون ورؤساء دول أخرين، وظهر واحد الهدوء والوقار في الحضور ديالو، خلى بزاف ديال الناس يعلقوا على النضج ديالو مقارنة مع السن ديالو. كذلك أشرف على افتتاح معارض ومتاحف ومناسبات ثقافية ودينية في الرباط، بحال المتحف النبوي والحضارة الإسلامية، واللي كيربط المغرب بالعمق الروحي ديال الأمة الإسلامية، وكيبرز صورة البلاد كجسر بين التقليد والحداثة. اللحظة اللي بزاف ديال المتابعين شافوها مفصلية هي الاستقبال ديالو للرئيس الصيني شي جين بينغ في المغرب. استقبال رسمي في مطار محمد الخامس، ولا إطار زيارة رفيعة قدام الكاميرات والإعلام الدولي، وولي العهد هو اللي كيمثل الملك، وحاضرين رئيس الحكومة ومسؤولين كبار. هنا بزاف ديال الجرائد وصفات هذه اللحظة بأنها دخول مولاي الحسن للعالم الكبار، وبأنها بروفا الملك المستقبل بوجه واحد من أقوى زعماء العالم. الرسالة اللي كتبان للمتتبع
هي أن ولي العهد ما بقاش غير ولد الملك اللي كيحضر في الأعياد، بل ولا واجهة سياسية ودبلوماسية كتمثل المغرب في ملفات حساسة. من جهة أخرى المسار العسكري ديالو واضح، من صغره هو كيلبس بزاف ديال الأزياء العسكرية في المناسبات الرسمية، مرة الزي ديال القوات البرية، مرة ديال القوات الجوية، ومرة ديال البحرية. وفي 2025 تعلن رسميا على ترقيته لرتبة كولونيل ماجور في القوات المسلحة الملكية، وهي رتبة فوق العقيد وتحت جنرال دو بريغاد. هذه الرتبة عندها وزن رمزي وسياسي، وكتعني أن الولي العهد كيتحضر باش يفهم من داخل طريقة اتخاذ القرار العسكري والأمن القومي، وكيفاش كتشتغل المؤسسة العسكرية اللي غادي يكون هو القائد الأعلى ديالها في المستقبل. في المناسبات الرسمية كيرأس حفلات تخرج ضباط سامين، كيسلم الشهادات الأوائل، وكيحضر في مناسبات عسكرية حساسة، وهذا شي جزء من التدرج في مسار صنع القائد. طريقة الحضور ديالو وسط الناس كذلك محسوبة، من كيسلم على اللاعبين الشباب ولا بطلات وبطلات رياضية كيبان واحد الأسلوب قريب من الجيل الجديد، يسلم باليد ويزيد اليد الثانية فوق الكتف، كيهضر بابتسامة، كيتعامل معاهم كواحد منهم ولكن معاه هيبة ديال البروتوكول. ملي كيكون في استقبال مسؤولين كبار ولا جنرالات ولا شخصيات سياسية كيبدل المود تماما، وقفة رسمية، نظرة مركزة، احترام صارم للبروتوكول، ماشي لعب ولا تسييب. في المناسبات الاجتماعية اللي كيحضر فيها لتوزيع مساعدات كيبان كيهبط حتى هو للمستوى ديال الناس اللي جايين يسلموا عليه وكيقرب منهم، وهذا الشيء كيخلق صورة ديال التواضع والتقدير. وسط هذه الصورة الرسمية الإعلام الأجنبي وخصوصا الفرنسي كيزيد طبقة ديال السرد الدرامي. مقالات في جرائد معروفة بحال لو موند كتهضر على جو نهاية حكم في المغرب، وكتربط بين غيابات الملك في بعض الفترات وظهور ولي العهد في مناسبات دولية وترقية عسكرية، وبعض الإشارات العائلية بحال رجوع اسم لاله سلمى للنقاش. كيشدوا شوية ديال الوقائع، شوية ديال التحليل، وشوية ديال الخيال، ويصيبوا قصة قريبة في البنية لشي مسلسل من نوع ذا كراون أو حريم السلطان. ملك مريض، ولي العهد كيتحضر، غائبة، صراعات داخل العائلة، توتر بين الأجيال. المشكل هو أن القارئ كيولي يخلط بين الواقع المؤسساتي ديال الدولة، دستور، مؤسسات، قرارات، ميزانيات، جيش، مشاريع، وبين الدراما العائلية اللي تصلح المسلسل أكثر من تقرير سياسي. موضوع لاله سلمى بالذات مثال واضح. أول مرة في التاريخ ديال الملكية المغربية كيكون عندنا زوجة ملك حاضرة رسميا، عندها لقب أميرة، كتحضر المراسم، عندها مشاريع اجتماعية وصورة قوية في الإعلام. مني خرجت من الساحة العمومية بعد الطلاق بقى فراغ كبير، والصحافة الأجنبية عمراته بالإشاعات، مخالفات مع العائلة، صراعات طبقية، تأثير على تربية الأولاد، وقصص كثيرة بلا مصادر رسمية. فاش كيتشاف أي ظهور جديد ليها في شي دولة أوروبية ولا في شي عطلة كيوليو يصنعوا عليه السيناريوهات كاملة. ولكن في أرض الواقع طلاق في العائلات الملكية بحال أي طلاق، كل واحد كيعيش حياته، والأم كتعتني بولادها، والدولة كتستمر بمؤسساتها. لا شي مصدر رسمي قال أنها غادي ترجع للقصر ولا عندها دور سياسي في المستقبل، وكل شيء اللي كيتكتب في الموضوع غالبا مبني على الفراغ وعلى حب الدراما. دابا نرجعوا لموضوع الاستقبال ديال المنتخب والملعب الجديد. استقبال مولاي الحسن المنتخب اللي حقق إنجاز عالمي في القصر الملكي بالسلام الملكي بلغات بروتوكولية واضحة وصورة رسمية وحفل شاي، راه ماشي غير لقطات. الرسالة الأولى هي رسالة للشباب المغربي، الملك المستقبل ديالكم من نفس الجيل تقريبا، كيسلم على أبطال من عمره، كيتفاعل معاهم، وكيعطي إشارة أن الجيل الجديد غادي يكون حاضر في الواجهة، في الملاعب، في الجامعات، في الجيش وفي المؤسسات. الرسالة الثانية داخلية، ملي كتشوف ولي العهد كيمثل الملك في ملعب ولا في ميناق ولا في استقبال ولا في حفل عسكري، كترسخ عندك الفكرة أن الاستمرارية موجودة، وأن المؤسسة الملكية كتحضر الجيل اللي من بعد بلا ما تسالي عهد وتبدأ عهد جديد بطريقة مفاجئة. الرسالة الثالثة خارجية للدول اللي كترصد الوضع في المغرب. هاد اللقطات كتقول أن ما كاينش فراغ حكم، بل كاين ملك كيحكم،
وولي العهد كيتكون، ومؤسسات كتخدم على ملفات كبيرة بحال الصحراء، الشراكات مع أوروبا وأمريكا والصين، وتنظيم كأس العالم 2030، وإفريقيا كمجال استراتيجي. هنا كنوصلوا للنقطة الحساسة، واش فعلا كاين انتقال سري ديال العرش؟ من الناحية الدستورية والرسمية، الملك محمد السادس باقي هو رئيس الدولة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة وأمير المؤمنين، وما كاين حتى إعلان رسمي على التنازل عن العرش أو تعيين ملك جديد. من الناحية الواقعية، ولي العهد كيتكون بشكل مكثف، دراسة في مجالات استراتيجية، تكوين عسكري حقيقي، حضور دبلوماسي، إشراف على تدشينات واحتفالات، واستقبال رؤساء دول. هادشي كامل يمكننا نقرأه بطريقتين، يا إما قراءة درامية كتقول النهاية قربت، يا إما قراءة عقلانية كتقول الاستمرارية كتحضر من دابا وبشكل تدريجي. الحقيقة غالبا وسط بيناتهم. المغرب في مرحلة حساسة داخليا وخارجيا، والمؤسسة الملكية كتشوف القدام، ما بقاتش كتخبي ولي العهد حتى يكبر فجأة ويطلع ملك بلا ما يكون المغاربة والعالم تعودوا عليه، بل كتخرجوه تدريجيا للساحة قدام الكاميرات، في الملاعب، في القاعات الدبلوماسية وفي المناسبات العسكرية، باش إلا جا نهار الخلافة ما يكون لا فراغ لا مفاجأة لا ارتباك. الاستقبال ديال المنتخب، اللقاء مع الرئيس الصيني، رئاسة حفلات عسكرية، الحضور في الجامعة، كلها حلقات في واحد السلسلة طويلة ديال تكوين ملك المستقبل في العين ديال الناس، ماشي في الكواليس فقط. من جهة أخرى خاصنا ننتبهوا كيفاش بعض الجرائد الأجنبية كتلعب على الخلط بين السياسي والدرامي، كيمشيو يجيبوا قصص على لاله سلمى ويزيدوا عليها توقعات على انتقام الولي العهد الأم ديالو، ويقارنوا الوضع ديال اليوم ببعض الملاحظات التاريخية اللي كان فيها تغيير في الأشخاص والمقربين، بحال اللي موقع ملي تولى الملك محمد السادس وبعد إدريس البصري والناس اللي كانوا مرتبطين بالعهد السابق. ولكن كينساو أن ذاك القرار كان سياسي مرتبط بنمط الحكم وبمرحلة جديدة بغات تقطع مع سنوات الجمر والرصاص، ماشي قرار عاطفي ديال تصفية حسابات عائلية. فاش كيجيو يستعملوا نفس المنطق باش يفسروا المستقبل ديال مولاي الحسن، كيمشيو من التحليل السياسي الموضوعي للسرد الروائي اللي فيه كثير من الإسقاطات. الخلاصة، عندنا اليوم ملك حاضر وولي عهد كيتكون قدام العلن، عندنا جيل ملكي جديد كيقرا في جامعات مغربية حديثة، كيتكون عسكريا، كيهضر لغات العالم، كيمثل البلاد في المحافل الدولية، وكيبان قريب من الشباب من خلال الكرة والرياضة ومظاهر البساطة المحسوبة. وعندنا صحافة عالمية كتقرا هذه الصورة أحيانا بعين التحليل وأحيانا بعين الدراما. الدور ديالنا حنا كمغاربة هو ما نبقاوش نبرعوا كل رواية جاهزة، لا اللي كتقول كل شيء زوين ولا اللي كتقول النهاية قربات، بل نحاولوا نقراو الوقائع بعقل بارد ونشوفوا شنو كاين رسميا وشنو غير تخمينات. دابا الدور ديالكم نتوما، شنو رأيكم في هذا الاستقبال ديال مولاي الحسن للمنتخب؟ كتشوفوه مجرد بروتوكول عادي ديال ولي عهد كيمثل الملك، ولا كتحسوا فيه فعلا رسائل جديدة على شكل الحكم في المغرب في المستقبل؟ واش كتشوفوا أن الطريقة اللي كيتحضر بها ولي العهد دابا مطمئنة حديثة ومنسجمة مع طموح جيل جديد، ولا عندكم تخوفات وأسئلة أخرى على المرحلة اللي جاية؟ كتبوا لي رأيكم في التعاليق وحاولوا تجاوبوا بهدوء وبالعقل، ماشي غير بالعاطفة ولا بالغضب من الصحافة الأجنبية. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش لايك للحلقة وأبوني باش ما يفلتك حتى موضوع جديد على القصر، السياسة ومستقبل الحكم في المغرب. نتهلاو في حلقة جاية ونكملوا النقاش على كيفاش كتبان صورة الملكية في الإعلام الأجنبي وشنو الفرق بينها وبين الواقع اللي عايشين فيه حنا في المغرب.